احنا معانا وفرتنا المال والاقتصاد على 102.2، وعايزين نتكلم عن الدورة الاقتصادية في كل بلد. ما هو هذا المصطلح وكيف يكون؟ معنا الآن تليفونيا دكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة. دكتور حسن، مساء الخير. يعني ما هي كلمة الدورة الاقتصادية؟ بص يا فندم، اللي بيحصل عندنا في اي اقتصاد ان احنا عندنا دورات اقتصاديه ودورات اعمال. دورات اعمال اللي هي مرتبطه بالشركات من مرحله شراء المواد الخام والمدخلات بتاعت الانتاج الى انتهاء بالبيع والتحصيل. دي دوره الاعمال بتاعت الشركه، ودوره الاعمال بتاعت الشركه قد تكون طويله وقصيره على حسب النشاط بتاع الشركه. مم. ممكن يكون دوره الاعمال كلها لا تتجاوز اليوم، ممكن يكون في اكثر من دوره اعمال خلال اليوم، مم. زي الحاجات بتاعت المعيشية، زي العيش، زي الخضار، الفاكهة، الحاجات دي. ممكن مدتها تطول، ممكن تكون عدة أيام، ممكن تكون عدة شهور، ممكن تتجاوز السنة وتبقى في حدود السنتين أو الثلاثة، زي المنتجات بتاعة العقار اللي هي من ساعة الإنشاء لغاية البيع والتحصيل والكلام ده كله ممكن يمتد 7 سنين. دي مم. دورات الأعمال بتبقى مرتبطة بالشركات. وهناك دورات أخرى اسمها الدورات الاقتصادية اللي هي بتبقى مرتبطة بالدولة، اللي هي مرتبطة بعملية النمو، ولازم النمو بيرجعوا استقرار، ولازم الاستقرار بيرجعوا نوع من أنواع الانكماش، لأن بعد فترة النمو الطويلة عوامل الإنتاج اللي موجودة في الاقتصاد بتقل، تكلفتها بتزيد، فبيؤدي إلى تباطؤ العملية الاقتصادية، وبالتالي تخش في مرحلة الانكماش. مع مرحلة الانكماش عوامل الإنتاج اللي تكلفتها تقل، فبتبتدي النشاط الاقتصادي مرة أخرى، فتبقى دورات اقتصادية. اللي بتعمله الدول إن هي بتحاول تطول الفترة بتاعة الدورة الاقتصادية اللي هي النمو اللي موجود عندها، بحيث ان هي بدل ما تبقى 3 4 سنين تبقى 7 8 سنين 10 سنين، وفتره الانكماش بتاعتها تحاول تخرج منها بسرعه كبيره جدا مم. خلال فتره الانكماش علشان تحقق نوع من انواع الرفاهيه. وده اللي بيؤدي الدورات الاقتصاديه اللي موجوده في الدول هي اللي بتؤدي الى تغير النظم السياسيه في الخارج. لان النظام السياسي مرتبط بالنظام الاقتصادي. طول ما في نوع من انواع الرفاهيه في المجتمع، طول ما المجتمع بيلاقي تغييرات في احتياجاته من السلع والخدمات والمستوى المعيشي المناسب والصحه والتعليم والكلام ده كله، بيكون في نوع من انواع الرضا عن الحزب الحاكم وبيتم انتخابه مره اخرى. مم. لكن في حاله الانكماش بيبتدي بقى الهجوم على الاحزاب الحاكمه من الاحزاب المعارضه او التكتلات السياسيه الاخرى الموجوده في البلد، بحيث ان هي تبيح هذه الاحزاب السياسيه اللي هي ادت الى تدهور المستوى المعيشي بتاع المواطن وبتاخد مكانها. قد تفلح في الخروج من عمليه الانكماش، او قد تؤدي الى تدهور اكثر في الاقتصاد اللي موجود. وبالتالي الدورات الاقتصاديه مرتبطه بالفترات الرئاسيه اللي موجوده في الدول المختلفه، والكلام ده تلاقيه في امريكا، تلاقيه في فرنسا، تلاقيه في ايطاليا، تلاقيه في اسبانيا، كل الدول اللي بتتمتع بنظام ديمقراطي بيسمح بوصول الاحزاب السياسيه المختلفه لسده الحكم بناء على الاداء الاقتصادي بتاع هذه الاحزاب. فده الفرق ما بين دوره الاعمال والدوره الاقتصاديه. مم. طيب، نيجي نتكلم في نقطة تانية. لما نتكلم على الاستثمار، كل بني آدم بيدور ان هو ازاي يعمل استثمار لأمواله، ازاي ان هو يعني يكترها، ازاي ان هو يلاقي احتياجاته بسهولة. كل حاجات كتيرة، يعني نقول 99% من الحاجات تشترى بالمال. فكيف يعني يستثمر الإنسان فلوسه؟ هل هو في شراء العقار، في شراء الذهب، في شراء السيارات، في ايه يا دكتور حسن؟ بص يا فندم، هو البني ادم بطبيعه الحال هو عنده حاجتين: يا اما عنده فائض من الاموال بيحاول يستثمرها عشان يحسن مستوى الدخل بتاعه، مم. او عنده مجموعه من المدخرات او الاصول اللي هو خايف ان هي تتدهور قيمتها نتيجه للتضخم اللي موجود في الاقتصاد، فبيحاول يجد فرص استثماريه مختلفه ويحط فيها فلوسه، يا اما لتنميه راس المال او الحفاظ على راس المال. لو جينا نطبق الكلام دوت على الاقتصاد المصري في الفتره اللي فاتت، ما كانش الضغوط العنيفه اللي كانت موجوده
انهم يوجدوا اصل من الاصول يحطوا فيها فلوسهم، بحيث ان الاصل دوت مع مرور الزمن قيمته بتزيد بمعدل يقارب من معدل الادخار او تزيد عن معدل الادخار حفاظا على رؤوس اموالهم. مم. فكثير جدا من المصريين الذي لا يعنيهم باي حال من الاحوال شراء الذهب ولا شراء الدولار ولا شراء السيارات ولا شراء العقارات في الوقت الحالي، جريوا وهجموا على القطاعات دي علشان يحافظوا على قيمه مدخراتهم وليس في تنميه قيمه مدخراتهم. مم. طيب ده تاثيره ايه على الاقتصاد؟ هل هذا يؤدي الى رواج اقتصادي ام يؤدي الى زياده دورات الاعمال؟ بالنسبه للشركات شغاله في القطاع العقاري بالتاكيد دورات الاعمال بتاعتها نشطت جدا وحققت ارباح غير عاديه. بالنسبه للناس اللي شغالين في الذهب والدولار كسبوا من الكلام ده كله. بالنسبه للناس اللي شغاله في العقار على ما اعتقد اللي شغاله في السيارات اللي شغاله في السيارات على ما اعتقد ان احنا شفنا اكبر اوفر بيتحط على العربيات اللي هو وصل مليون ونص على بعض السيارات، والتجار بتاع العربيات كده. طيب الاقتصاد كده لا، الاقتصاد انهار. ليه؟ لان دورات الاعمال دي ادت الى خروج الفلوس ديت من الدوره الاقتصاديه بتاعت الدوله. الدوله مم. الاقتصاديه معناها ايه؟ ان انا باخد مشتريات وارجع اروح مبيعات وبعدين ارجع ارد للشخص دوت او للشركه دي تخش في دوره اعمال اخرى. لكن كان ايه اللي بيحصل؟ مدخرات المصريين بتخش تطلع وتخش في حصان اه. وما ترجعش تدور في الاقتصاد تاني. اه. طب هل تم سكن الحصان ديت؟ لا، لن يتم سكن الحصان ديت. يعني انا في الحاله ديت استثمرت فلوسي في شويه حواس وخرسانات. هل الحواس والخرسانات ديت ادت الى حل ازمه سكانيه عند الناس؟ لا. هل ادت الى الايجار؟ لا. هل نقدر نعيش بيها الحوائط ديت؟ لا. يبقى انا كده عطلت جزء من الاقتصاد في الحته بتاعت العقار. لو كان في جزء بيتم شغله فهو لا يتجاوز 25% في احسن الظروف 30%، ويمكننا الحكم على ذلك من خلال المرور على العقارات الجديده اللي بيتم انشائها وبنبص على البلكونات قد ايه منور وقد ايه مش منور فبنعرف ننزل الاشغال فيه. دي حاجه. مم. طيب العربيات، الناس اللي اشترت عربيات وحدثتها علشان السعر لما يرتفع تعيد بيها مره اخرى، هل ادى ذلك الى تنشيط الاقتصاد المصري؟ لم يؤدي ذلك الى تنشيط الاقتصاد المصري. هو ادى الى تنشيط استيراد السيارات من الخارج او تنشيط التعامل على السيارات المستعمله، وبالتالي لم تؤدي الى اي زياده في النشاط الاقتصادي والدوله الاقتصاديه. مم. طيب عمليه شراء الذهب، هل الذهب اللي احنا اشتريناه دوت دخل في الصناعه، دخل رجع تاني الاقتصاد؟ لا، هو تم اكتنازه وخرج بره القطاع الاقتصادي او الدوله الاقتصاديه بتاعت الدوله، وبالتالي المليارات اللي اتحطت في الذهب اللي بيتجاوز حجم التداول بتاع الذهب حوالي 2 مليار دولار في السنه، اه. الفلوس دي خرجت بره الاقتصاد وما دخلتوش تاني، وبيتم استيراد ذهب تاني علشان يتم امتصاص الطلب الموجود عليه. مم. لكن الدوره الاقتصاديه لا تتم بالكامل. نفس الحكايه في الدولار. الناس اللي اشتروا دولار الرجل بتاعتها تاني والدولار ده في الاقتصاد ولا هم محتفظين بيه بره الاقتصاد؟ هم محتفظين بيه بره الدوله الاقتصاديه الموجوده، وبالتالي الاربع الادوات اللي احنا كنا بنعتبرهم او ناس بتعتبرهم ادوات استثماريه، وما هي الادوات الاستثماريه؟ هي معاول هدم في الاقتصاد المصري اللي هو العقار، السيارات، الذهب والفضه والدولار او العملات الاجنبيه. ده كله يا فندم ادى الى قصور في الدورات الاقتصاديه بتاعت الاقتصاد المصري، مم. وبالتالي لم تكتمل الدوله الاقتصاديه ولم تكتمل دوله الاعمال، وبالتالي احنا نعاني من حاله شديده جدا من الانكماش في الاقتصاد المصري نتيجه للممارسات الادخاريه والاستثماريه الخاطئه في الدوله من جانب المواطن المصري طيب حضرتك تحت مظله الدوله. حضرتك تنصح بايه دكتور حسن؟ هو انا ما انصحش المواطن، انا انصح الدوله. مم. يعني المواطن ليس في يده اي شيء. هو مم. المواطن في ايده ايه؟ المواطن معاه فلوس وعايز وخايف عليها، فعايز ان هو يحافظ على قيمتها، فمش لاقي قدامه الا 3 4 قطاعات دول. طب يعمل ايه؟ النصيحه يا فندم للدوله، النصيحه لصانع القرار في الدوله، ان هو يوجد ادوات استثماريه للمستثمر المصري او للمواطن المصري بره القطاعات ديت بادوات مشجعه بحوافز ضريبيه بخفض تكاليف التمويل مم. بتاعتها، مع في نفس الوقت وضع او التشدد في التعامل
الدولة حاليا بتشجع الإنتاج، ما هو الإنتاج هو ده آه، قطاع مهم جدا لل بالظبط يا فندم. اه لكن يعني. انا لما الاقي انتاج اللي هو بيجيب لي عادي 8 و10% ما يتجاوزش ال 12% 14%، مم. وفي نفس الوقت الاقي الدوله بتقول لي حط الوديعه عندي ب 30%، انا اه. هروح لمين؟ مم. يبقى المفروض الدوله ان هي تهدف اسعار الفايده للحدود اقل من العائد اللي بيتحقق من النشاط الصناعي او النشاط الزراعي، مم. علشان اشجع الناس ان هي تحط فلوسها للصناعه في الزراعه. مم. والا الناس دي بتبقى عندهم نوع من انواع التخلف الاقتصادي، لما تروح تحط فلوسها في الصناعه ما تجيبوش 12 14% ويديك وديعه في البنك ريسك فري خاليه من المخاطر ب 28 30%. فده اه. دور الدوله. دور الدوله ان هي تحد منها التعاملات في الدولار وفي الذهب في القطاعات اللي هو خلاص احنا اثبتت القطاعات دي انها لا تزيد الى الاقتصاد في اي شيء، وبالتالي هل تدخل الدوله في نوع من انواع التشديد على التعامل فيها الذهب والبترول والكلام ده كله، يجب على الدوله ان تعمل على ذلك. دكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاد التمويل، جامعة القاهرة. تحدثنا عن الدورة الاقتصادية في أي دولة، وكيف الاستثمار الفردي هل يؤثر على الدورات الاقتصادية أم لا. شكرا لحضرتك، نورتنا على هواء القاهرة الكبرى. عفوا. شكرا، مع السلامة.